السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد على قناتكم عالم الفنون والطبخ. سعيدة بلقياكم وأتمنى أن ألقاكم دائما بأحوال جيدة. إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة فأتمنى أن تشتركوا بها بالضغط على الزر الأحمر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمي بالضغط على زر لايك. فكرة اليوم هي طريقة استغلال الكؤوس المصنوعة من السيراميك في صنع أكسسوارات جميلة للحمام وبثمن جد منخفض. فوجدت هذه الأكسسوارات تباع بأثمنة غالية جدا، وفقط المصنوعة من البلاستيك هي التي تكون أثمنتها لا بأس بها، لكن تبقى مع ذلك مرتفعة الثمن. وبعد أن تكسر لي هذا الكأس قلت لماذا لا نستغل هذه الكؤوس؟ يمكن أن نسد هذا الكسر أو هذه الشقوق باستعمال الإسمنت الأبيض، ثم نزينها بهذه الأحجار. وسأريكم في فيديوهات قادمة بطرق أخرى للتزيين. سنحتاج أيضا إلى مسدس السيليكون، وسأستعمل هذا الصحن أيضا من السيراميك الأبيض. سنصنع منها كدعامة للصابون الصلب. هذه الأحجار متواجدة ببريكوما، يمكن أيضا أن تجدوها بمتاجر رياتو، ويمكن أن تشتروها عبر النت. ويمكن أن تستعملوا بدائل أخرى، يمكن أن تستعملوا الحجر المكسور أو الزجاج المكسور، فصنعناه من قبل في فيديوهات سابقة، والتي ستجدون دائما كل هذه الفيديوهات التي أتحدث عنها بصندوق الوصف. سنبدأ الآن بإلصاق هذه الأحجار بالطريقة التي نفضل. سنضع كمية من السيليكون، ثم نبدأ بتثبيت هذه الأحجار. يمكن فقط أن نستعمل الفاشيون أو المحدد اللامع ونرسم على هذه الكؤوس، وأيضا ستكون النتيجة جميلة. فهناك اختيارات كثيرة للتزيين، وإن شاء الله في كل فيديو سأريكم كيفية مختلفة. سأستمر في رص هذه الأحجار حتى أجد الشكل الذي سيرضيني. وبالنسبة لي هذه الأحجار استعملوا الألوان التي ستتناسب مع سيراميك الحمام. هذا هو شكل الأكسسوارات التي صنعت. بالنسبة لهذا الصحن قمت بإلصاق هذه الأحجار من الجهة الخلفية، لكن وجدت أن من الأفضل أن ألصقها بهذه الطريقة، ولكم الاختيار، يمكن أن تختاروا الطريقة التي تفضلون. فكما تشاهدون هنا حصلنا على أكسسوارات بثمن منخفض جدا فقط بالأواني التي كانت لدينا، ونزين الحمام بها. وكما قلت حاولوا أن تختاروا ألوان التي تتناسب مع المكان الذي سنضع به هذه الأكسسوارات. بالنسبة لدعامة الصابون يمكن أن نصنعها بهذا الشكل. فقط نأخذ هذه الأحجار ونرصها بهذا الشكل على شكل زهرة، ثم نجمعها باستعمال السيليكون، أو يمكن أن نثبت هذه الأحجار مباشرة على صحن من الزجاج أو صحن من السيراميك. وبالتالي هناك اختيارات كثيرة وعديدة لصنع هذه الأكسسوارات. سننتقل الآن إلى فكرة أخرى. سنزين مرآة وأيضا كؤوس، ونصنع منظر جميل وراقي للشموع، يمكن أن نزين به المنزل أو الصالون. سنحتاج إلى كؤوس مثل هذه، كؤوس عادية، وأيضا إلى هذه الأحجار. أيضا اختاروا الألوان التي ستتناسب مع المكان الذي سنضع به هذا الديكور. ثم سأخذ هذه الأحجار
وسأثبتها على جوانب هذه المرآة بهذا الشكل. وسأثبت، دائما نستعمل السيليكون فهو جيد ويثبت بطريقة جيدة أفضل من الشمع. فدائما تأتيني أسئلة: هل يمكن استبدال هذا السيليكون بالشمع؟ فالشمع هو فقط يثبت الأشياء الخشنة والخفيفة. سنمر الآن لتزيين هذه الكؤوس. بنفس الطريقة سنحاول أن نرص هذه الأحجار بالكيفية التي نفضل. ثم سأضيف اللون الآخر من الأحجار، سأضيف اللون الأبيض بهذا الشكل. وبعد أن ثبتنا كل هذه الأحجار بهذا الشكل سنلصق هذه الكؤوس مع بعضها البعض دائما باستعمال السيليكون، وبالتالي سنحصل على قطعة واحدة. هذا الشكل. سنضع هذه الشموع داخل الكؤوس. فهذا الديكور منظره جميل وراقي، وخصوصا مباشرة أفضل من الصورة. بالفيديوهات السابقة شرحت طريقة استعمال هذه الأحجار في صنع بلاطوات أو صواني راقية لتقديم الشاي والحلويات. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الأفكار. شكرا على متابعتكم لهذا الفيديو، ولا تنسوا دعمي باللايك وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم. شكرا وإلى اللقاء.